نقول نصائح ذهبيه قبل ما تروح اللجنه، هي انك تراجع من ملخصاتك. الليله اللي قبل الامتحان دي مفيش وقت انك تبدا من اول الكتاب، فانت بتبدا تذاكر من ملخصاتك، من الاسئله المهمه او من الخرائط الذهنيه لو انت عاملها يعني. وهي انك تحاول تنام كويس، يعني عشان النوم اصلا مش رفاهيه، النوم بيثبت المعلومات وانت نايم. فانت حاول تنام ليله الامتحان كويس. انا عارف انك ليله الامتحان صعب تنام، بس انا مش عايزك تنام بقى كتير، يعني حاول تخطف كام ساعه كده تقدر عليه تنام وهيبقى كويس، وهتروح الامتحان ان شاء الله تعرف تحل. الامتحان حاول تاكل اكل خفيف وصحي، وبلاش تاكل اكل تقيل، وبلاش تشرب قهوه او شاي لو هما بيخلوك متوتر. وممكن تاخد معاك كام بلحاجه وانت رايح الامتحان عشان لو تركيزك قل او هبطت في الامتحان تاخد. الرابعه، روح قبل الامتحان بنص ساعه. ده هيقلل توترك بحيث انك تروح بدري، مش اللي هو انت رايح انا هلحق الامتحان ولا مش هلحقه. فانت لو رحت بدري بنص ساعه او اكتر ده هيقلل توترك وهتروح الامتحان وانت ثابت وهادي. 5، ابدا بالاسئله السهله. اول ما تمسك ورقه الاسئله تبدا تبص على الاسئله السهله بالنسبه لك واللي تعرف تحلها، فلما تبدا بيها ده هيزود ثقتك بنفسك. طب انت ما تعرفش ايه اللي انت سهل بالنسبه لك او ايه اللي انت تعرف تحله دلوقتي يعني، فتقدر بقى تبدا بالترتيب كده وتقول بسم الله. النقطه السادسه وهي انك تاخد ساعه معاك عشان تراقب الوقت كده وتبدا تقسم عدد الاسئله على الوقت، وتوترك ده ما يزيدش بقى اللي هو فاضل قد ايه، انا مش هلحق مش عارف ايه. وبعدين اصلا المراقبين كمان كل شويه واللجنه يقول لك فاضل نص ساعه فاضل ساعه، فانت رايح دماغك من ده كله، خد ساعه معاك وابدا راقب الوقت انت بنفسك وبص فيه وتابع وقتك. بطل المراجعه قبل الامتحان بنص ساعه. صدقني المراجعه لاخر لحظه دي بتضرك اكتر ما بتفيدك، لان انت وانت بتراجع ممكن اصلا تفكر كده في نقطه، هي النقطه دي كانت بتقول ايه، وتلاقي نفسك ناسيها وهي مش ناسيها اساسا. خلينا نكمل. لقيت نفسي ناسيها، فتبدا بقى تقول ايه يا دي المصيبه، هي دي كانت بتقول ايه، انا مش عارف احل ومش عارف ايه. فهي وهم اصلا منك من الاول ومن الاخر، فانت وقفها خالص وما تفكرش فيها، ما تفكرش في المراجعه ولا تفكر في حاجه. خش الامتحان كده صافي الذهن، تشوف الاسئله هتلاقي نفسك افتكرت ان شاء الله. انا عايزك بقى تنسى كل اللي حصل معاك في العربي او الفيزياء او التاريخ، كل ده عدى. انا عايزك تركز في اللي جاي، لان الامتحانات اللي فاتت دي مش اخر الدنيا، لان حتى لو المواد اللي فاتت كانت صعبه فهي صعبه على الكل، فده مش هيأثر ان شاء الله على تقديرك. انا مش عايزك تتعب نفسك. اهم حاجه ادعى كده، ده اهم دعوه في ثانويه عامه بجد، اللهم اني وفقني فيما هو خير لي، لان كده كده كل اللي انت هتخشها ربنا كاتب لك فيها الخير. فخلاص بقى انت تعب نفسك ليه؟ اعمل اللي عليك وربنا كده كده شايل لك دي، سواء دلوقتي او بعدين.